أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله ولي الأمر والتدبير، وإليه المرجع وإليه المصير. سبحانه سبحانه سبحانه، كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء، وهو الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين في الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل من فضيلة القارئ من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. سبحانك أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الذلات، وتقول: هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا قائدنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين وأشرف السابقين واللاحقين، الذي شرح الله له صدره، الذي رفع الله في العالمين ذكره، الذي زكاه مولاه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، زكاه في شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، زكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، زكى حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله،
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا عالم الهدى صلاة وسلاما تحل لنا بها شفاعتك سيدي أمام الله يوم العرض على الله. أيها الإخوة الأحباب، نحن في موقف عظة وعبرة. هذه نهاية كل حي، وهذا حكم الله تعالى على سائر خلقه. الحق سبحانه جعل لكل أول آخر، وجعل لكل بداية نهاية. أما الذي لا بداية له ولا نهاية له فهو الواحد سبحانه. كان موجود قبل خلق الوجود، لا تسأل عنه أين هو، لأنه هو الذي خلق المكان. ولا تسأل عنه متى كان، لأنه هو الذي خلق الزمان. ولو كانت في دنياكم بقاء لأحد لكان الأولى بالخلود فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله على سائر خلقه، فضل على الملائكة، وفضل على النبيين، وفضل على سائر خلق الله أجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله على الملائكة في ليلة الإسراء حين ركب النبي البراق. من الذي أمسك البراق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا جبريل. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل سفير الأنبياء خادما لسيد الأنبياء في رحلة الإسراء. وفي هذا يقول الشاعر: قال لي قائل ما لي أراك تهوى آل طه وترتجيهم، كان حقا عليك تنفق العمر مدحا فيهم وفي من يواليهم. قلت ماذا أقول والكون كل درا يستمد الأنوار من أيديهم، أنا لا أستطيع مدح قوم كان جبريل خادما لأبيهم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى سدرة المنتهى هو وسيدنا جبريل، سيدنا جبريل قال له تقدم يا رسول الله. يقوم سيدنا محمد يقول له أها هنا يا جبريل؟ يترك الأخ أخاه؟ فقال له سيدنا جبريل وما منا إلا له مقام معلوم، أنا آخري هنا، وإن تقدمت احترقت، أما أنت يا رسول الله فإن تقدمت اخترقت. بعد كده يسمع سيدك النبي نداء من قبل السماء يقول له تقدم يا محمد
فأنت على بساط أنس الله رب العالمين. بأقدامه في حضرة القدس قد سعى نبي له فوق المناصب منصب، بأعلى السماء أمسى يكلم ربه، وجبريل نائم والحبيب مقرب. تدانى فأدناه للعرش ربه، ونادى تقرب يا وحيد محبتي. تلذذ بنا واسمع لذيذ خطابنا، وعينيك نزه في عجائب قدرتي. ترى العرش والكرسي والحجب قد بدت لديك، وأنواري عليك تجلتي. تقرب ولا تفزع، وأقبل ولا تخف، وسل تعطى عبدي أنت سيد صفوتي. وبعد هذا التكريم كله يأتي عليه صلى الله عليه وسلم اليوم الذي ينام فيه على فراش الموت، عبرة وعظة لكل غافل لهته الدنيا عن ذكر مولاه، ونسي أن الله من الطين سواه، وعلى موائد كرمه رباه، وأمده برزقه كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه. ونسي أن الله قد اقتضت حكمته أنه مهما طالت بك أيام دنياك فلا بد لك يوما من الأيام موقوف بين يدي مولاك، وسائلك على ما قدمت يداك، يوم يرجع الأهل والمال والولد ويضعونك في قبر ضيق مظلم لا أنيس فيه ولا جليس إلا عملك مع الله. هنالك ينادي عليك الله: عبدي. رجعوا وتركوك، اللي انت كنت بتعمل لهم راحوا فين؟ اللي كنت غافل عن ذكري عشان تأمن لهم مستقبلهم فين؟ أين هم الآن؟ الذين أكلت من أجل أن ترضيهم أكلت حراما وحلالا. رجعوا جميعا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. هنالك يتذكر الإنسان أن الدنيا لا تساوي بجوار الآخرة شيئا. عشان كده ربك سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الأنعام وتكلم قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. مهما جمعت من الدنيا، ومهما بلغت من مناصب، ومهما كانت لك من عزوة وأولاد وأطيان وأموال، سترجع من الدنيا كيوم ولدتك أمك، حافيا عاريا ضعيفا ملفوفا في قطع القماش، لا تملك من الدنيا شيئا، لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضرا. كما خلقناكم أول مرة. شوف الدقة في التعبير: ولقد جئتمونا فرادا. زي ما نزلت من بطن أمك لوحدك وما قدرتش تستر نفسك، واللي حضروا الولادة هم اللي لفوك بقطع من القماش وستروك وغسلوك، مهما بلغت من الدنيا سترجع إلينا حافيا عاريا، بعد برضو ما يلفوك بالقماش ويغسلوك
ولا تستطيع أن تستر عورتك بنفسك. كما دخلت أنت راجع، ولكن بعملك. عملك هو اللي مش هيموت، عملك هو اللي مش هينتهي. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح بقى الأموال اللي انت عملتها والأطيان اللي انت حوشتها والمناصب وكل شيء لهاك عن ذكر الله وعن طاعته واستعنت به على معصية الله. ذكروا بقى في آخر سورة القصص عشان تعرف مين اللي هيخش معاك القبر. آخر آية في سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يعني مش كل شيء هيموت إلا الله، لا، ما دام قال كل شيء، ربك ليس شيئا ولا يستطيع أحد أن يقول عنه شيء لأنه ليس كمثله شيء. إنما المقارنة بين الأشياء، يعني كل ما في دنياكم هالك، أموال، مناصب، ملبس، كل شيء، زوجة، أولاد، كل ده هيهلك إلا وجهه. يعني إيه؟ إلا عملا صالحا قدمته لوجهه. يعني كل شيء هالك إلا ما قدمته لوجه الله. هو ده الوحيد اللي مش هيروح. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عملك هو اللي هيتن حي، حتى بعد ما تموت عملك هيفضل حي وهيدخل معاك القبر. حتى يوم القيامة هتلاقي عملك حي موجود مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عشان كده معنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء انت ناعي همه وشايل همه كل ده هيفنى ويهلك ولا يبقى لك إلا ما قدمته لوجه الله. فاستعدوا للقاء ربكم، لا سيما ونحن في أيام مباركات وفي استقبال شهر عظيم مبارك بعد الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو شهر شعبان. نستقبل شهر رمضان. انوي معايا من النهاردة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طالما الأعمال بالنيات يبقى نحن جميعا يا ربنا نشهدك أننا نوينا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعله شهرا عظيما طيبا مباركا علينا، وبلغنا أيامه ولياليه، وأعنا فيه على صيام نهاره وقيام ليله. توجهوا معي بقلوب خاشعة رافعين أكف الضراعة لكي لا نجد من يدعو لنا بإخلاص يوم يضعونا في القبر وحدنا ونحاسب على أعمالنا أمام ربنا. توجهوا إلى الله معي أن يرحم أمنا بواسع رحمته. اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لها ذنوبها وإسرافها في أمرها وبدل سيئاتها حسنات. ربنا إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز يا رب بفضلك وكرمك وجودك عن سيئاتها. اللهم اغفر لها الذلات وارفع في قبرها درجات، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا كريم، واختم لنا بخاتمة السعادة إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، أقول قولي هذا
وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وشكر الله سعيكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.